خلينا نبدأ من الرواية اللي اتقالت لنا كلنا، الرواية اللي مكتوبة في كتب التاريخ والمحفوظة في المتاحف والمعترف بها رسمياً في العالم كله. الأهرامات بناها المصريون القدماء. حسب الرواية الرسمية، الهرم الأكبر اتبنى في عهد الملك خوفو من أكتر من 2.3 مليون حجر. وزن الحجر الواحد في المتوسط 2.5 طن، واترفعوا حجر فوق حجر باستخدام منحدرات وحبال وتنظيم عبقري للعمال. العلماء لقوا مقابر للعمال جنب الهرم، ولقوا أدوات نحاس، ولقوا برديات زي بردية وادي الجرف بتتكلم عن نقل الأحجار من المنطقة الشرقية النيل للجيزة عن طريق النيل. يعني مفيش عبيد، مفيش سحر، مفيش كائنات خارقة، مجرد بشر عندهم إرادة وتنظيم وعلم. ولوهلة التفسير ده يبدو كامل، مقنع، منطقي. لكن أي تحقيق محترم لازم يسأل السؤال اللي محدش حابب يسأله: هل الرواية دي بتشرح كل حاجة؟ خليك معايا. في حجر في الهرم وزنه أكتر من 70 طن. الحجر ده مش في القاعدة، ده مرفوع فوق مستوى الأرض. طب إزاي؟ بحبال، على منحدر، في عصر ما فيهوش بكرات أو أوناش. إزاي الممرات الداخلية متقطعة بدقة مليمتر؟ إزاي حجرين جنب بعض مفيش بينهم فراغ؟ إزاي التصميم الفلكي متظبط على اتجاهات الشمال الحقيقي بدقة إحنا نفسنا بنحتاج أجهزة حديثة عشان نوصل لها؟ والسؤال الأخطر: لو الأهرامات مجرد مقابر، ليه مفيش ولا جثة واحدة في الهرم الأكبر، ولا موميا واحدة حتى، ولا تابوت ملكي واضح، ولا نقش بيمجد خوفو جوه الغرف الرئيسية؟ الرواية الرسمية قوية بس مش كاملة. بتشرح إزاي نقلوا الحجارة، لكن ما بتشرحش إزاي وصلوا للدقة دي. بتشرح التنظيم لكن ما بتشرحش المستحيل. وعشان كده بعض الباحثين سألوا سؤال مختلف تماماً: تفتكر المشكلة مش في الأدوات؟ ولا هل يكون اللي بنى الأهرامات ما كانش عنده نفس حدود القوة اللي عندنا؟ في الفصل الجاي هنخرج بره العقل وندخل عالم القوة، ونسأل: هل اللي بنى الأهرامات كان بشر زينا فعلاً؟